مريضة غنية جدا 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 في العيادة. ايه الحكاية؟ دكتور اعرفه كنت بدرس له، جات له مريضة في العيادة عمرها 22 سنة وكانت جاية لوحدها. كان باين عليها مظاهر الفقر والاحتياج، غلبانة يعني قوي. سألها مفيش حد معاكي من أسرتك؟ قالت له والدي متوفي وأمي في البيت. قال لها وهو مقرر ان هو يرجع لها ثمن الكشف، ومين اللي بيصرف عليكي انت واخواتك؟ سكتت وكان باين عليها الكسوف والحيرة، وجاوبت بعد تردد وقالت امي بتشتغل احيانا وعمي بيساعدنا برضه. كشف عليها واداها عينات دواء مجانيه من الادويه اللي عنده اللي هي هدايا شركات الادويه. قبلتها بعد تردد شديد، لكن لما عرفت انه هيرجع لها ثمن الكشف انتفضت ورفضت في شده وحده. هو من ناحيته حاول يقنعها انها تقبل من غير ما يجرح كرامتها او يحسسها انها محتاجه. بكت ثم بكت ثم بكت وصممت على الرفض في اصرار شديد وعزه نفس عجيبه. قالت ايوه صحيح يا دكتور انا محتاجه ثمن الكشف ده، لكن عزه نفسي تمنعني، امي علمتنا كده وربتنا على كده، شكرا ليك على اي حال. رد عليها وقال لها لكن الفلوس مش كل حاجه، في اعتبارات انسانيه برضه والناس لبعضها. اسمعي هقول لك حاجه كويسه، بلاش ارجع لك ثمن الكشف، اسمحي لي ان انا اعمل لك تخفيض، واظن دي ما فيهاش حاجه تزعلي خالص. ابتسمت في صمت ابتسامه معناها انها موافقه، وبعدين سابها لحظات عشان يخرج من اوضه الكشف ويروح للتمرجي يبلغه انه يرجع لها 90% من ثمن الكشف. يعني تقريبا برضه رجع لها ثمن الكشف بس بطريقه ذكيه وبطريقه تحفظ لها كرامتها. البنت الفقيره دي غنيه جدا بعزه نفسها واعتزازها بكرامتها وتعففها. الام اللي ربت البنت دي ام مثاليه، احسنت تربيتها وعلمتها مبادئ محترمه جدا. الام دي استثمرت في ولادها. ابطال القصه دي كلهم يستحقوا التحيه، الام والبنت والدكتور. الدرس المستفاد من القصه دي ان المبادئ واعلاء الكرامه والاعتزاز بالنفس اشياء لا تقدر بمال الدنيا اكيد.